كلمة الآن للسيد، أدعو النائب هاني حسن فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد زميلي نائب الرئيس المحترم مسير الجلسة، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الأخ الفاضل، الأخت المحترمة وزيرة العلاقات مع البرلمان المحترمة، السيد رئيس اللجنة ونائبه وكافة أعضاء اللجنة وأنتم مشكورون على العمل الذي قدمتموه، زملائي زميلات النواب، إطارات الوزارات الحاضرة معنا، الأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نناقش اليوم مشروع قانون المرور في ظرف وطني حساس يتميز بتفاقم الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مما يجعل السلامة المرورية قضية الأمن العمومي وحق أساسي للمواطنين. إن هذا المشروع لا يمكن اعتباره نصا تقنيا عاديا، بل يجب تقييمه على أساس قدرته على تحقيق الأهداف الدستورية في حماية الأرواح وتنظيم حركة المرور، مع مراعاة مبادئ العدالة والتناسب والشفافية في العقوبات. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، يمكن الإشادة بعدد من الإضافات الإيجابية في هذا المشروع، وهي تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، السرعة المفرطة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة. كذلك إدراج نظام النقاط لرخص السياقة كآلية عقابية وتربوية لتعزيز مسؤولية السائق وتقييم سلوكه. كذلك من أهم ما جاء به هذا المشروع وهو تعزيز المراقبة الآلية والتكنولوجية من رادارات وكاميرات لتقليل التدخل البشري وزيادة الشفافية. كذلك تشديد شروط الفحص الفني للمركبات بما يضمن الحد الأدنى من السلامة التقنية. كذلك حماية الفئات الضعيفة كالراجلين ومستعملي الدراجات عبر ممرات ومسارات خاصة. لكن معالي الوزير المحترم الفاضل، ثمة ملاحظات قانونية وتقنية، منها أولا غياب التنسيق بين العقوبات والبنية التحتية. لا يمكن تجديد العقوبات في بيئة مرورية غير مؤمنة، إذ يفقد القانون قوته التطبيقية ويخل بمبدأ المسؤولية المشتركة. ثانيا هناك ضبابية في نظام النقاط من حيث آليات الاحتساب، سحب النقاط، آجال الاسترجاع وحق الطعن، مما قد يخلق مشكلات تطبيقية ويؤثر على مبدأ الأمن القانوني. كذلك عدم التناسب بين الغرامات وخطورة المخالفة، وهو ما يتعارض مع مبدأ التدرج في العقوبات. كذلك ضعف البعد الوقائي والتربوي، إذ لم يخصص المشروع نصوصا ملزمة لتطوير مدارس السياقة، وكذلك إدماج التربية المرورية أو تنظيم حملات توعوية. الرقمنة محدودة، بينما هي أداة أساسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وربط المخالفات إلكترونيا بين القطاعات المختلفة. نقص تحميل المسؤولية للشركات الناقلة، بما في ذلك إلزامية التكوين واحترام ساعات العمل والصيانة الدورية، وهو ما يضمن سلامة منظومة النقل العام والخاص. وقبل الخاتمة أود أن أتوجه بالشكر إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل على هذا المشروع الهام، وإلى جميع الإطارات والخبراء الذين ساهموا في إثراء هذا المشروع. وكذلك الشكر موصول إلى اللجنة المختصة على الجهد المبذول في دراسة هذا النشر الهام. وكذلك أشكر كذلك السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على ضمانها التنسيق المؤسساتي بين الحكومة والبرلمان. وختاما، إن مشروع هذا القانون ليس مجردا أداة عقابية، بل هو أداة تنظيمية وتشريعية لحماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين، ونجاحه لن يقاس بصرامته فقط، بل بوضوح تطبيقه وعدالته وقدرته على معالجة الأسباب الجوهرية للحوادث. ولذلك نؤكد على ضرورة الأخذ بالملاحظات المطروحة
لتكون النتيجة قانونا عادلا قابلا للتطبيق وفعالا على أرض الواقع يحقق أهدافه الدستورية ويكسب ثقة المواطن الجزائري. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد النائب المحترم على هذه الإضافات.